حياكم الله اخوتي الطيبين، ربي يحفظكم ويسلمكم. وانا بخصوص البلبل الوحشي، شلون طريقه تجليسه؟ كل ناس تستعجل على تجليسه، تريده جالس ما تحب يتحرك حركه قويه مثل ما نقول عليه يردم بالقفص. يعني الناس ما ترغب بهذا الشيء، تشوفه شيء مزعج ان البلبل يظل يردم ويخاف عليه، مثلا يخاف عليه يأذي نفسه او يتأذى الطير. البلبل اذا تخليه مثلا تجيبه تحب او ترغب انه تخليه وحشي، تجيبه وتعلقه فوق مكان عالي، هذا ياخذ له فتره يفتح لساناته بس يبقى وحشي، يعني يردم بالقفص اذا نزلته بالياء او يشوف حركه جوا. مثل نقول انت مثلا علقته وغطيته، ياخذ له فتره يفتح لساناته، شيء طبيعي يعني راح يظل يضرد ويفتح لساناته، بس ما خليته جالس، ما جلسته، يعني ما خليته يتوالف او يتعلم على حركه جوا او على طبيعه البشر يشوف بشر. فاحسن حل انه تخليه بالياء بالارضيه، قفصه بالارضيه بمر البيت داخل حركه يعني قريبه عليه. هذا الشيء راح يخليه يتعلم يعني على الحركه ويتعلم على البشر، راح يكون شوي جالس وما يصير اليف، يعني لا تخاف عليه، ما يضيع من اسلوبه، يعني نقول عليه من ادائه التغريده او شيء يعني ثاني. مو مثل الاليف هو الواحد والاليف قفص نفس الحاله، ذاك يختلف عن هذا الوحشي، بس وحشي جالس. تجليس البلبل ما يضل، تجيب له قفص دبه بامام البيت اسبوع زمان، هو البلبل من الحركه مالته راح يتعب شوي شوي، يشوف ماكو احد راح يضره، ماكو واحد راح يلزمه، راح يستقر البلبل وحده. عليه جلس البلبل انه توقف يمه ما يتحرك، وهذا طبيعي، يعني ماكو بلبل ترى ما يغرد. انت تقول بلبل اخرس، ترى ماكو بلبل اخرس. بلبل انه شو؟ شغله التغريد هي تحفيز، اراده تحفيز. التغريد مالته سهله ما يحتاج، اهم شيء تجليس البلبل، جلسه خليه يجلس يكون طبيعي هادئ، ما يخاف من البشر، تجي تعلقه باي مكان راح تشوف تغريده مو طبيعي ان شاء الله خير، يفتح لساناته تحفيزه، كل ما يتحفز راح يفتح لساناته اكثر، وهذا شيء يسمى طور. اما الخام باعتباره صيد جديد، في شغلات يعني كنت تعرف الفرق بين الخام الصيد الجديد والطور. الطور فاتح لساناته كلها. حياكم الله.